أهلا بيكم في نودي وأسماء. أنا نودي. وأنا أسماء. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة دخول المدارس قررنا نعمل لكم عيش البطاطا، حاجة كده مبهرة بجد، طعمه جميل جدا ومكونات مفيدة قوي للأولاد يفطروا بيه أو ياخدوه معاهم المدرسة، وإن شاء الله مش هتكون الوصفة الأخيرة. عام دراسي سعيد إن شاء الله. أول حاجة معانا 3 حبات من البطاطا، 2 صغيرين وواحدة وسط، أو 3 حبات صغيرين أو 2 وسط على حسب الحجم المتوفر عندنا. يعني لو قلنا بالجرامات كده هنستخدم من 250 ل 300 جرام من البطاطا. هنقشرهم وبعدها هنقطعهم ونسلقهم مع رشة من الملح. قبل كل حاجة هننخل الدقيق للأمان أولا، وثانيا بيدينا نتيجة حلوة في المخبوزات بتاعتنا. هنعمل البولش أو البيجا، هو التخمير المسبق أو خميرة بنعملها بشكل مسبق لبعض الأنواع من العيش. 2 معلقة كبار من الدقيق وعليهم 2 معلقة صغيرين من الخميرة الجافة، نقلبهم مع بعض. هنضيف المية الدافية حبة حبة، عايزينها عجينة سايلة شوية. هنغطيها ونسيبها ربع ساعة تخمر. دي البطاطا بعد ما سلقناها نهرسها كويس، وزي ما قلنا هنستخدم من 250 ل 300 جرام من البطاطا. ادي الخميرة جهزت معانا، هنضيف عليها كل المكونات. هنزل اول حاجة بالبطاطا، وعليهم 2 معلقة كبار من العسل، ودايما نستخدم مع العسل معلقة خشب، بلاش اي معلقة معدنية لانها بتتفاعل مع العسل. وعليهم بيضة، ولو حابين نحط فانيليا نحط عليها فانيليا. 125 جرام من الزبدة المذابة او السايلة. نضيف 2 كوباية من الدقيق ورشة من الملح. في الغالب بياخد 2.5 كوباية من الدقيق. معيار الكوباية 250 ملي، ولو وزناهم هنلاقيهم 300 جرام من الدقيق. احنا ضفنا 2 كوباية بس لان نوع الدقيق بيختلف من نوع لاخر، فهنضيف 2 كوباية في الاول وبعدين نكمل لو احتاجنا اثناء العجن. اهو انا ضفت نص كوب من الدقيق. كده العجينة جهزت، بتبقى طرية بس مش بتلزق في الايد. نغطيها ونسيبها تخمر لمدة نص ساعة او على حسب ما حجمها يتضاعف. دي العجينة بعد ما خمرت، بنخرج الهواء اللي جواها، نرش رشة من الدقيق علشان نشكل العيش. نحاول نقطعه لأحجام متساوية. في الغالب بعمله من 40 ل 45 جرام، بيبقى صغير وشكله أظرف. بعد ما كورناهم بنضغط عليهم ونطبطبهم شوية. نغطيهم ونسيبهم يخمروا. ندهن الوش بالبيضة وعليها رشة من الفانيليا، وبعدين نرش على الوش سمسم. هنسويه في الفرن، هنشغلها من تحت بس، زائد مروحة لو متوفرة عندي، لمدة 10 دقايق، وبعدين بنفصل من تحت ونشغل الشواية علشان ياخد لون. التسوية جزء مهم جدا في الخبز، وبتفرق من فرن لفرن. لازم تجربي الفرن أكتر من مرة لحد ما تتعودي عليها وتعرفي نظام التسوية فيها. ده شكله النهائي، مش بنحشيه أي حاجة، بيتاكل بدون أي حشوات،
وممكن يتاخد في الفطار مع الشاي أو لبن، بيبقى طري وهش وطعمه مسكر خفيف. بتمنى تجربوه وتقولوا لي رأيكم. بالهنا.